الله سبحانه وتعالى قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بيوم القيامة، يكذب بلقاء الله عز وجل. وهذا قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، قد يكون يجلس بيننا هو الآن لكنه لا يدري وهو واقع في هذا المصاب الجلل. أرأيت الذي يكذب بالدين، ونحن كل يوم نقرأ مالك يوم الدين، أي مالك يوم القيامة ويوم الحساب. فكيف يكذب هذا العبد بيوم الدين يظن أنه لا جزاء ولا حساب؟ ربما آمن بلسانه، نعم، لكن أعماله القاصرة منه أعمال من لا يؤمن بلقاء الله عز وجل. فهذا كذب بوعد الله وبلقاء الله سبحانه وتعالى. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي يا محمد، أرأيت ذلك الإنسان الذي يكذب بيوم الدين، ما هي صفاته وما هو تكذيبه؟ قال عز وجل: فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم يعني يدفع اليتيم، ينهر اليتيم، لا يوقر ولا يحترم اليتيم ليتمه، مع أن الإسلام أعلى من شأن اليتيم. ذلك الطفل الذي فقد سنده في هذه الحياة، فقد أباه المعين فانكسر لهذه الحادثة وهو طفل صغير، يمشي هنا وهناك، يذم هنا ويعاب هناك، يضرب هنا ويشتم هناك، فليس له أب يقوم على أمره ويقف ويدافع عنه. هذا يدع، هذا يهان، هذا يضرب، هذا يؤكل ماله؟ لا والله. فمن فعل ذلك فقد كذب بيوم الدين. نعم، منا من يصلي وهو آكل لأموال الأيتام، والله سبحانه وتعالى حذر من هذا الفعل والجرم القبيح. قال تعالى: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فماذا تفعلوا؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما هي علاقة الزواج بمثنى وثلاث ورباع بعد أن ذكر الخوف من القسط في اليتامى والعدل معهم؟ فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي لا تعدلوا فيهم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول المفسرون: إذا خفت ألا تقسط في اليتيمة، في زواجها، في مهرها، في العدل معها، لأن البعض يأخذ يتيمة حتى لا يعطيها المهر أو يعطيها الشيء القليل أو يظلمها لأنها ليست لها أب أو أخ، يقف فهي يتيمة مبعدة مقهورة كسيرة ضعيفة، فيأتي ذلك الشخص، ذلك الذي ما آمن بلقاء الله حقا، فيقهرها ويذمها ويأكل مالها. والله عز وجل قال في نفس السورة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم، فإن خاف أحدنا أن لا يعدل من زواج اليتيمة ليذهب ينكح غيرها ليست يتيمة، مثنى وثلاث ورباع، ولا تأخذ هذه فتظلمها، إياك، فيكون خصمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، منزلة قريبة، جيرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة. بماذا؟ بكفالة اليتيم، برعاية اليتيم، بالحفاظ على أموال اليتيم وعدم تضييعها من الأعمام أو من ولي أمر ذلك اليتيم.
فذلك الذي يدع اليتيم. هذه صفة. الصفة الثانية: ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض. أيها الإخوة، تعرفون ماذا يعني لا يحض على طعام المسكين؟ يعني ليس هو الذي لا يطعم المسكين، لا، إنما لا يأمر ولا يشجع على أن يطعم ذلك المسكين، لا يشجع هذا الأمر ولا يسعى إليه. أراد منا الإسلام أن نكون كلنا نحمل هم هذه المسؤولية العظيمة، فنحض على طعام المسكين والفقير والجائع، فكيف بمن يموت جوعا اليوم؟ أراد منا الإسلام كلنا أن نقف فنساند اليتيم ونكفله إن فقد أباه، فإن مفهوم المخالفة في هذه الآية ولا يحض على طعام المسكين ذلك هو الكافر والمنافق والذي لم يؤمن بيوم القيامة. أما المؤمن فإنه يحض على طعام المسكين ويسعى إليه ويلقي كلمته أمام الله عز وجل. فإننا اليوم وأنا أحدثكم الآن آلاف العوائل والأطفال تموت من الجوع. أيها الإخوة، نحن في كارثة لا ينبغي أن نغفل أو أن نغض الطرف عنها، فإسلامنا جسد واحد، إسلامنا شعور بأهل الإيمان وبإخوة الدين. عندما ترى أطفال صغار أيتام فقدوا آباءهم وهم يجاهدون أعداء الله من اليهود، لا تتقاتل الآن فئتان مسلمتان، لا، يتقاتل صف مسلم مؤمن موحد مع قوى العالم بأجمعها، مع دول الكفر والإرهاب، مع من يدعي الإنسانية فيظلم الإنسانية. والأطفال يذهبون إلى بيوتهم فتقصف تلك البيوت، فيفرون إلى المساجد فتقصف على رؤوسهم، فيلجؤون إلى المخيمات فتحرق، وآخرا يموتون ويقتلون جوعا بعد أن فعلوا ما فعلوا من جرائم ومن إبادة ومن قتل، فلم يجدوا سبيل إلا التجويع، لأنهم وجدوا أناسا ثابتون صابرون محتسبون شامخون واقفون أمام أعداء الله عز وجل. فماذا يفعل؟ كما فعل الكفار قبلهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحاصروه في شعب هو وصحابته عندما رأوا إيمانه وثباته مع أصحابه ولم يتنازلوا عن دينهم وهم يعانون ما يعانون. فهذا هو بلال في الشمس المحرقة، يضعون على بطنه حجرا كبيرا ويريدون منه الكفر بالله عز وجل حتى ينقذ نفسه فيقول أحد أحد. فماذا يفعلون بأولئك؟ جوعوهم، فأخذ الصحابة يلوكون بطونهم، أكلوا أوراق الأشجار، يأكل أحدهم التمر ويضع النواة في فمه ل3 أيام، حتى يقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: كنت في يوم من الأيام في هذا الحصار من الكفار ل3 سنين، خرجت يوما لأقضي حاجتي فإذا بي أسمع قعقعة في الصحراء، وإذا بجلد دابة ميت، فأخذته وغسلته ونظفته وطحنته وأحرقته، ثم أكلته وتقويت به ل3 أيام. فأكل الصحابة رضي الله عنهم أوراق الأشجار بعد أن جوعهم الكفار. وهكذا يجوع اليوم أهلنا في غزة. والبعض ربما يقول: ما شأننا بهم؟ نسمع كلمات من هنا وهناك يريد أن يعذر نفسه بحجة أن هذه لا تكفي، وماذا ينفع 10,000 و5,000، وهؤلاء هم أقحموا أنفسهم بحرب،
فيخرج من إعانتهم ومن الحظ على إطعامهم إلى الطعن بهم. أخي، أطفال تموت من الجوع، آباؤهم الذين قاتلوا اليهود ماتوا قبلهم بجهادهم وصبرهم ورباطهم، فلم يكونوا متراجعين متخاذلين كما يقول البعض. فلذلك من صفات أولئك الذين لا يؤمنون بلقاء الله ويكذبون بيوم الدين ولا يحض على طعام المسكين، فكيف باليتيم الذي مات والده وهو يموت بعده جوعا؟ كيف بالجرحى؟ كيف بالمقهورين من قبل من؟ من قبل اليهود أرذل الخلق وأشقاهم. لأن الله سبحانه وتعالى جعل من أسباب المرور على الصراط إطعام المسكين والفقير. إذا أردت أن تعبر تلك العقبة وهي عقبة الصراط إلى الجنة، قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذي جوع شديد يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. نعم، تفك رقبتك بالوقوف مع الجائع، بل إن في الفقه الحنبلي أن الجار الذي يموت من الجوع فإن جاره وجيرانه وتلك المنطقة تأثم لأنها تخاذلت وتخلفت عن إطعامه. إذا مات جوعا قال العلماء يتحملون الدية وهم آثمون كلهم. هذا إذا شخص واحد، فما بالنا اليوم وأطفالنا، أطفال المسلمين الموحدين يموتون والبعض ليس له علاقة، راضي بما يأكل ويشرب وينام، لا يهتم ولا يتعب حتى نفسه بالحديث في هذه الأمور. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. عندما تسعى على أرملة ضعيفة لا تملك شيئا، تتضور جوعا وتخرج في الشاشات تريد رغيفا واحدا فلا تجده، ليس لها بل لأطفالها الصغار. الساعي على الأرملة والمسكين قال كالمجاهد في سبيل الله، وفي رواية: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. فالدين أيها الإخوة ليس كلام، الدين ليس فقط صلاة وصيام، الدين موقف. البعض متخذ من الدين كلام وتراه يتكلم ويلغو ويثرثر، فإذا جاءت المواقف فلا تجده. فالصحابة ما اشتهروا كلهم بالعلم ولا بالحفظ، لكنهم اشتهروا بالجهاد، بالسبق، بالعطاء، بالوقوف والمواقف في هذا الدين. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. لمن تطعم؟ لا تطعم رياء ولا سمعة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإن عجز عن الإطعام والإكرام، إن عجز أحدنا عن الإطعام والإكرام فليصرف ذلك الفقير، ذلك الجائع، ذلك المسكين الذي ربما طرق بابه وقال: أريد رغيفا، أريد ماء، فتجد البعض يزجره: ليس عندنا ماء. جاره يطلب منه أمر معين، اليوم عندنا خطار وريد فقط بعض السكر أو الطحين والمحلات مغلقة، اذهب ما عندنا. هذا من الذي يمنع الماعون. فإذا أراد أن يصرفه فيصرفه بأدب، بأخلاق، بدين. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف ومغفرة يعني تغفر لهذا الذي وقف محتاجا سائلا، تستره لا تفضحه، خير من صدقة
البعض ربما نعم هم يصدق، لكن يتبعه هذا، أنا أعطيته هذا، إيش عنده جاي مرة ثانية، صدقنا وأعطيناهم، وهكذا تخرج منه هذه الكلمات خلافا لما أراد الله، خلافا لدين الله، خلافا للأخوة في الدين، خلافا لحق الجيران. فالدين أيها الإخوة تعامل، الدين أخلاق قبل أن يكون شعار وكلمات. ثم قال الله عز وجل: فويل للمصلين. ويل لمن؟ للمصلين، للذين يقفون فيصلون. لكن من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، ويل لهم. فكيف بمن يترك الصلاة؟ قل لي بربك إذا كان هذا الويل لمن يترك فقط وقت الصلاة، لمن يترك الخشوع في الصلاة، فعقله شارد وساهي ولا يطبق ما أرادت هذه الصلاة من إيمان وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. رياء وسمعة، وهذه من صفات المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس فقط حتى يشوفهم الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا. ليس لهم حظة من الصلاة من الذكر إلا قليل، أفعال، صورة، سجود وركوع وقيام بلا روح، بلا شعور، بلا إيمان. فهو ساه محاسب على صلاته. الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا مكذب بيوم الدين وإن كان يصلي. كم منا اليوم من شخص ساهي عن صلاته، يأتي الفرض تلو الفرض أطبق، الظهر ويا العصر بحجة الشغل، المغرب ويا العشاء، وهكذا لاهي منشغل بالدنيا عما أراد الله سبحانه وتعالى. لقد توعد الله هذا الصنف الساهي عن وقت الصلاة لا التارك للصلاة، فتاركها مختلف فيه بين كافر لأنه جحد بها وبين فاسق لأنه تكاسل عنها. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، وهذه الصفة أيضا من صفات من لا يؤمن بيوم القيامة ومكذب ليوم الدين، يمنع الماعون. وهذا الماعون صفة من معونة في اللغة، أي الشيء القليل البسيط، وإن طلب منك شيء يسير، رز قليل، رغيف خبز، ربما عود شخاط يطلبه، فإذا بك تمنعه وتزجره. فلا تجعل حق لدين ولا لصلاة ولا لإيمان بذلك اليوم العظيم. أيها الإخوة، ما هو واجبنا اليوم ونحن نرى عشرات الأطفال بل مئات بل آلاف يتضورون جوعا، يبحثون عن الرغيف، عن كسرة خبز فلا يجدونها، عن ماء للشرب فلا يجدونه. هل أنا موقفي كمسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤمنون في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل طبقنا هذا الحديث؟ شعرنا بإخواننا أم اكتفينا حتى ابتعدنا عن تأنيب الضمير؟ لأن اليوم المعركة بين حق وباطل، بين إسلام وكفر، حرب عقيدة لا حرب سياسة. فلا يصور لك الشيطان هذا الأمر فتصبح طاعنا بإخوانك الذين هم ما نزلوا إلى الجحور كما يصفهم البعض كالفئران. وقاتل الله قول أهل النفاق. لا والله، هم كانوا في مقدمة الصفوف، دماؤهم نزفت وأصبحوا أشلاء قبل الجنود، أطفالهم ماتوا بالقصف قبل الناس. فحربنا مع اليهود حرب قائمة إلى قيام الساعة منذ 76 سنة، ليست اليوم فقط، وليس هذا هو طوفان الأقصى الأول، إلى أن يخبر الشجر والحجر كما أخبر عليه الصلاة والسلام: يا مسلم، يا موحد، يا مجاهد، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. المسلم لا يعيش من أجل الرغد والعاجلة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يفكر فقط براحته
وبمعيشته وبقصره، لا بد من تضحية، لا بد من تصفية في هذه الحوادث المؤلمة علينا وعلى نفوسنا. فلا طاب عيشنا ونحن نتلذذ ونرى هذه المشاهد المؤلمة. قال الله عز وجل لموسى: أخبر بني إسرائيل أن مغبة الظلم عاقبتها إلى سوء. أخبر بني إسرائيل أن مغبة الظلم عاقبتها إلى سوء. فقال موسى عليه السلام: وما عاقبة السوء يا رب؟ قال: أثكل به الولد، وأبكي به الزوجة، وأفرق به الجمع، وأفقر به المال. كل ظالم سينال جزاءه في الدنيا قبل الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن امرأة دخلت النار في هرة، قطة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، حبستها فجاعت تلك الحيوانة تلك القطة، فما بال من يحبس أناس وأطفال وبشر يموتون جوعا. فأين مدعي الإنسانية؟ أين ملة الكفر التي تدعي حقوق النساء، حقوق المرأة، حقوق الحيوان؟ هذه المرأة حبست هرة، يقول عليه الصلاة والسلام: والله رأيتها في النار تتقلب وتلك الهرة تخمش بوجهها. هذه هي عاقبة الظلم. ونقول لأهلنا في غزة: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون جنة عرضها السماوات والأرض ومغفرة ورضوان من الله، وهم يرجون نارا وعذابا شديدا وأليما، لأن الدنيا ستذهب وتنقضي، تذهب تلك الآلام وذلك الجوع، ويبقى النعيم المقيم عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل النصر والتمكين لإخواننا في غزة. اللهم فرج عن إخواننا في غزة،